تداولت المواقع خبر انفصال الفنانة هنا الزاهد من زوجها الفنان أحمد فهمي بعد خلافات متكررة استمرت بينهما، وأكدت المصادر بأن الطلاق لم يقع رسمياً، لكنهما اتفقا على أن يتم الانفصال بهدوء. انفصال سري، وحسب ما تم تداوله فإن هنا الزاهد وأحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما ماستر إكس. والدة هنا الزاهد ترد: نفت سيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد خبر انفصال ابنتها في تصريح لها لموقع القاهرة 24، وقالت: مفيش طلاق حصل، وده كلام فارغ، وهم علاقتهم كويسة ومفيش أي مشاكل بينهم. رد فعل هنا الزاهد وأحمد فهمي. الصمت الذي حل بين أحمد فهمي وهنا الزاهد شكك البعض في صحة الأخبار المتداولة، خاصة أن الثنائي كان دائمين الرد على الجمهور في مثل هذه الأيام، وخاصة انتشارها بقوة، بل واستمر في متابعة بعضهم البعض عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. فيلم هنا الزاهد مع هشام ماجد. أكد مصدر مقرب من الثنائي أن الانفصال لم يقع ولا صحة لهذه الأخبار، لافتاً إلى أن هنا منشغلة في تصوير فيلمها الجديد مع الفنان هشام ماجد، خلاف هنا الزاهد وكريم فهمي. منذ أشهر تداولت صفحات مواقع التواصل خبراً يفيد بوجود أزمة عائلية بين الفنانة هنا الزاهد وشقيق زوجها الفنان كريم فهمي وزوجته دانية البناوي، حيث لوحظ أن الفنانة هنا الزاهد إلغاؤها متابعة حساب كريم فهمي ودانية مع إبقاء متابعتها لحساب زوجها أحمد فهمي. واللافت في الموضوع أن كريم فهمي وزوجته هما الآخرين ألغي متابعة حساب الزاهد مع إبقاء متابعتهما لحسابات شقيقاتها فرح ونور. وأثارت الزاهد الشكوك أكثر بعد مشاركتها منشورا عبر إنستغرام جاء فيه: افعل ما هو جيد لصحتك النفسية. آخر عمل فني بينهما عرض فيلم مستر إكس في عيد الأضحى، والذي يروي قصة حب بين رئيس إحدى العصابات ومحامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر. الفيلم من بطولة كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ومحمود حافظ، ومن ضيوف الشرف أكرم حسني ومصطفى خاطر ومحمد أنور وصبرا فواز وعمرو يوسف وآخرون.